السلام عليكم الإخوان. اليوم جيناكم بخبر مهم كيهم بزاف ديال الناس، خصوصا اللي عندهم أراضي ماشي مبنية. الحكومة بدلات الضريبة على الأراضي غير المبنية وولات مرتبطة بمستوى التجهيز في المنطقة. واش عارف شحال غادي تخلص؟ تابع معايا مزيان. دابا الضريبة ما بقاتش بحال قبل، ولات على حساب كيفاش مهيئة المنطقة اللي فيها الأرض. مثلا إلا كانت الأرض في حي مهيئ مزيان فيه الطرق، الضوء، الماء والإنارة، كتولي تخلص ما بين 15 حتى ل 30 درهم للمتر. أما إلا كانت الأرض في حي متوسط فيه غير الماء والضوء بلا طرق مبلطة، فكتخلص ما بين 5 و 15 درهم للمتر. وإلا كانت الأرض في مكان ما فيه لا ضوء ولا ما لا والو، كتخلص غير 0.5 حتى ل 2 دراهم للمتر. معلومة مهمة، إلا كانت الضريبة اللي خرجت ليك في السنة قل من 200 درهم، راه كتكون معفي، يعني ما تخلص والو. وزيد على هذا الشيء، ابتداء من 12 يونيو 2025 ولات المديرية العامة للضرائب هي اللي غادي تجمع هاد الضريبة، ماشي الخزينة العامة بحال قبل. إيوا شنو خاصك دير؟ خاصك تعرف شحال مهيئة المنطقة اللي فيها الأرض ديالك وتحسب تقريبا شحال غادي تخلص. وما تنساش التصريح خصو يكون قبل 1 مارس من كل عام، وكتخلص عند مصلحة الضرائب. إلا ما صرحتيش ممكن توصلك غرامات وانت في غنى عنها. إذا عجبك هاد الشرح بارطاجيه مع أصحابك اللي عندهم أراضي، وخلي لينا تعليق واش كتظن أن هاد التغيير غادي يكون منصف ولا لا.